مين قاعد ومين ماشي. دلوقتي احنا داخلين على ميركاتو يناير. طبعا في لعيبه كتيره هتمشي، هتبقى خارج النادي الاهلي في الميركاتو دوت. عبد الفتاح وكريم نيدفيد وبيرسي تاو. رضا سليم اتصاب، جاله اصابه هتقعده 4 شهور تقريبا ل6 شهور. فاعتقد دول اللعيبه اللي خارج النادي الاهلي في الميركاتو الحالي اللي احنا فيه دلوقتي في يناير. طب مين هيجي غيرهم؟ طبعا احنا ما سمعناش ان في صفقات مهمه في الدوري المصري. الاهلي طبعا بيدور على الصفقات الخارجيه اللي هم الاجانب. انت عندك كام واحد اجنبي دلوقتي في الفرقه؟ احنا تقريبا ما عندناش اجانب غير اشرف داري ويحيى عطية الله. بس انت لسه هتقيد علي معلول مكان رضا سليم. هو رضا سليم حل مشكله علي معلول بالاصابه بتاعته ان هو هيبقى خارج القايمه الفتره الجايه، فانت هتحط علي معلول مكانه. طب احنا فاضل لنا كده 3 لعيبه اجانب. لازم في الميركاتو دوت تجيب ال3 اجانب. ما ينفعش تجيب لعيبه لكاس العالم للانديه بس، ده هتعمل لنا مشكله كبيره. انت مش ضامن، انت لو جبت كريستيانو رونالدو في كاس العالم للانديه بس مش ممكن ما يفيدكش، لان هو مش ما يعرفش اللعيبه المصريه وما يتاقلمش معاهم، عايز فتره. فانت هتجيبه اعاره، هتجيب لعيب شهر بس اعاره، مش هينفع. لازم الميركاتو دوت نجيب اكتر من لعيب اجنبي في الميركاتو بتاع يناير. بالنسبه للعيبه المصريه، ما اعتقدش ان كولر ابدى اعجابه باللعيبه المصريه. يعني كان في الميركاتو بتاع شهر 6 اللي فات كان بيتكلموا مع لعيبه من زد، محمد اسماعيل وزيكو وفي زلاكا معار من بيراميدز طبعا لسيراميكا كليوباترا، والزمالك دخل فيه. سيف الجزيري رايح بيراميدز، وهم بيفاوضوا زلاكا ان هم يخلصوه من بيراميدز، دي معلومه يعني. فاتمنى ان الاهلي يعمل ميركاتو قوي في يناير. بنجهز لكاس العالم للانديه، وطبعا مش كاس العالم للانديه بس، احنا عندنا الدوري قوي جدا. الدوري المصري فيه منافسه قويه ما بين الزمالك وبيراميدز، والمصري بينافس. احنا عايزين لعيبه تضيف للفرقه، مش لعيبه تقعد. يعني انا افتكر من في يناير اللي فات جبنا وسام ابو علي، وجبنا مروان عطيه وخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح مش ممكن ما يبقاش خارج النادي الاهلي في الفتره ديت. ممكن كولر يديله فرصه تانية. بس عايزين نعرف ان محمد هاني راجع، وعلي معلول راجع في الباك شمال. طب يحيى عطية الله هنعمل معاه ايه؟ الاهلي هيشتريه. الاهلي هيفعل بند الشراء وهيبقى موجود مع الاهلي الفتره الجايه. طب انت هيبقى عندك 2 اجانب في مركز واحد، ودي مشكله كبيره هتقابل النادي الاهلي. طب هنعمل ايه فيها؟ لا، هي ممكن يلعب علي معلول وينج، لان احنا ما عندنا ازمه في الوينجات، خط الهجوم. بدليل ان انت الماتش اللي فات بتاع المصري نزلت كريم الدبيس، لعبت وينج يمين، وسبت يحيى عطية الله باك ليفت. فاحنا عندنا مشكله في الوينجات. لابد عن 2 وينجات في انتقالات يناير دولت، غير المهاجم راس الحربه مع اسامه ابو علي. ما دام هتمشي كهربا لازم يبقى في مهاجم مع اسامه ابو علي. اسامه ابو علي لوحده مش هينفع، واحنا ما عندناش مهاجمين. معلش، محمد طاهر مش مهاجم، وبيرسي تاو مش مهاجم. بيرسي تاو هيبقى خارج النادي الاهلي، فانت طلعت لعيب وينج في عز ما انت ما عندكش وينجات. فانت عايز وينجات، هتطلع بيرسي تاو لازم تجيب واحد مكانه اجنبي على الاقل، ولازم تجيب 2 مصريين او على لاعب مصري. يعني مش هقول لك. وعلي معلول طبعا زي ما قلنا ممكن يبدلوا مع بعض هو ويحيى عطية الله، او ممكن يلعب قدامه وينج برضو في ماتشات مثلا قويه. انت ممكن تدافع بيحيى عطية الله، تلعب 3 مدافعين وتلعب علي معلول خط هجوم، يرفع لك عرضيات، يعمل فاولات. علي معلول طبعا لو بيلعب برجل واحده في الملعب احسن من لعيبه كتير. ولازم راس حربه. ما اعتقدش ان احنا محتاجين مساك في انتقالات يناير. احنا عندنا اشرف داري. طبعا اشرف داري لعب الماتش الاخير بتاع المصري، عمل ماتش قوي جدا، يعني لعيب مدافع قوي جدا. ما اعتقدش ان احنا محتاجين مساك. ومعانا رامي ربيعه وياسر ابراهيم. في كلام ان محمد عبد المنعم ممكن يرجع، ما لسه ما مش متاكدين. ممكن تجيب تريزيجيه. طبعا تريزيجيه لو جه في فتره يناير ديت برضه هيفرق معانا جدا. وينج مع حسين الشحات، مع طاهر، مع اللعيبه اللي لسه هتجيبها جديده.
هيفرق طبعا. ممكن تطلع من ناشئين 2 لعيبه ونجات، يعني انت طلعت في فتره كان عندنا زياد طارق وعندنا رأفت خليل وعندنا احمد عادل ميسي، وكان عندنا لعيبه كتير ونجات في الحته دي، وعمر سيد معوض يعني كان عندنا برضه في الشباب. فانت لو طلعت 2 شباب يسندوا مع الفرقه في الحته ديت هيفرقوا معانا جدا. فدي كل اللي احنا كل اللي احنا محتاجينه الفترة الجاية في انتقالات يناير. لازم تجهز لعيبتك كويس لكأس العالم للأندية، لأن كأس العالم هيجي في شهر، انت هيجي في شهر 6، انت هتبقى طالع من افريقيا ومن الدوري ومن بطولات كتير، هتبقى طالع خلصان، فانت لازم تجهز اللعيبة على اعلى مستوى.